هذا هو القرآن الذي تحتاجه أمريكا حول الإسراء والمعراج. قالوا من قال محمد قال أوبأت لها، يعني خزعبلات هكذا يرويها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أردت أدردش مع دكتورنا محمد الفايد حفظه الله ورعاه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا الدكتور جل كلامه يصب في موضع ما، وهذا الموضوع هو الأكل، كيف نأكل وما هي فوائد هذه الفاكهة وفوائد هذه العشبة وسلبياتها وإلى آخره. الكلام بالعشابة وديك الحليقية اللي كيكونوا في السوق أحيانا، ديك الأسواق الشعبية كتسيب تماك شي واحد كيهضر كيقول لك هذه شني كدير وهذه شني كتعمل وهذه شني كتصنع. دي أشياء عادية وجل الناس يعلمون هذا، يعني كيعرفوا الأكل اللي كيجي معهم، اللي كيجي مع الصحة ديالهم، اللي ما كيجيش معها. هذه بالفطرة الإنسان يدرك هذا، إلا أن هناك بعض الأمور الغامضة يعني قد يصل إليها المتخصصون. لكن الدكتور الفايد يعني تجاوز حده ويحسب أنه يحسن صنعا، وهو ليس بذاك، لأنه يدرك واحد العلم، واحد النسبة يعني تكاد ألا تظهر مع العلوم الأخرى، وهو علم التغذية، وهو ليس عالما فيها وإنما هو متخصص. لكن أن يتجرأ على غيره ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والمكانة ويعطي لنفسه ما لا يعطيه له أحد، فهذا تصرف صبياني وأفعال العقلاء. الدكتور الفايد مرتان حضرنا له أنا ومجموعة من الطلبة، كانت له محاضرة في مجلس العلم بتطوان، وهنا قال بالحرف: أنا أريد أن أعيش 300 سنة. وهذا الكلام لا يقوله العقلاء ويؤكدها، كيقول أنا غادي نعيش 300 سنة، وكيأكد بماذا؟ لأنني أنا أعرف ماذا أكل وماذا أترك، بناء على بعض الأحاديث بعض الآيات القرآنية. يعني الإنسان ما كيكون مهرج دائما كيربط الكلام ديالو بالقرآن وما كيعرفش يتصل الوصل بين الكلام ديالو والقرآن الكريم. ما ديناش فيه، يعني خليه يهدر وصافي. يعني الإنسان كيهدر يعني ما هذه شي واحد خليه يهدر، ولكن ما يوصل الكلام ديالك هذه الناس الأحياء منهم والأموات، يعني خصنا نهضروا. هذا الكلام اللي كتقول السي الفايد انتنا في التغذية وما كاينش شي واحد يعني عالم إلا انتنا محمد الفايد هو اللي كاين، وكتقولها وكتعاودها محمد الفايد هذا، واللي ما عجبو الحال ينطحر مع الحيط. هذا ليس كلام العقلاء، وإنما هذا كلام المجانين والحمقى والمغفلين. الإمام القحطاني رحمه الله عنده واحد النونية، وداكشي اللي كتقولوا نتينا جمعه هو في ديك الفوائد الأكل، البصال والصيام والتقليل من الأكل وكذا. راه هضروا عليه العلماء في القرن السابع الهجري والقرن الثاني، وهضر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا بحاجة إلى كلامك أنت لترينا أنت كيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف نصوم وكذا. العلماء يعني إذا قريت السيرة الذاتية ديالهم غادي تعرفهم. الإمام أحمد رضي الله عنه روي عنه أنه كان لا يأكل إلا التمر والحليب، وهذا راجع إلى معرفته بفوائد التمر والحليب على صحته. فيكون تنتمي كان الإمام أحمد كيعمل هذا الشيء هذا. يكون تنتمي كان الإمام القحطاني في النونية ديالو، نونية القحطاني، لا أدري هل تعرفها أم لا تعرفها، فلديه 7 أبيات. ديك الكلام اللي كتعدل فيه انتنا مئات المقاطع وتتكلم وجمعها في 7 أبيات نزل للناس يقراوها للمسلمين. ابن القيم كذلك لديه كتاب في الطب النبوي، مشي يقرا ديك الكتاب عاود داكشي اللي كتقولوا نتينا كامل قال ابن القيم. وفميس للعلماء ديالنا ماذا استفادت الأمة من كلامك؟ فقط يعني كلامك كله مرتبط بالمؤامرة والصناعات والشركة وكذا، وكدوخ الناس بالكلام ديالك وكتربط ديك الشيء بالدين وكذا وكتخربط. في الاخير خرجت كتقول ما كاين لا علماء، ما كاين حتى شي واحد، كاين غير محمد الفايد هو اللي كاين. شحال الناس سلموا على يدك السي الفايد؟ شحال الميريكان اللي حمقتينا بهم دابا ساعه كتبنا ميريكان كتقولنا هذا الدين هذا راه ميريكان ما قبلوش الى اخره. شحال الناس ميريكان، شحال الامريكيين سلموا على يدك
ولا الفرنسيين ولا السويديين ولا الإسبانيين ولا الإنجليزيين، حتى شي واحد طبعا. وما كتعترفش بالعلماء، ماشي قرا السير د العلماء وشوف شحال د الناس سكنوا كيسلموا على يدهم، شحال د الناس تابوا على يدهم، شحال د الناس هداهم الله على يدهم، شحال د الناس تخرجوا على يدهم علماء، شحال د الكتب عندهم نفعوا بها الامه. هادشي كامل ما بالكش. بالك محمد الفايد واللي ما عجبو الحد ينطح راسو مع الحيط. قال لك الحديث الاسراء والمعراج هذا الدين اللي غادي يقبلوه من الامريكان، وتقبلوه ولا ما تقبلوش حنا في عندنا مشكل. هذا واحد الدين باش يوصل الانسان واحد المرتبه باليقين والايمان والخشيه، خاصو يامن بجميع التفاصيل ديالو التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوا انت كيعجبك تهضر السي الفايد يهضر بزاف، والانسان اللي كيهضر بزاف بلا علم يعني ضروري غادي شي نهار يسيب راسو فيما لا يحمد عقباه. أستاذي أن ترجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكيف كانوا يتكلمون وكيف كانت أخلاقهم وإرشادهم للناس. ما كانوا يتكلمون بهذه العنجهية وبهذا الغرور وبهذا الازدراء الذي تتكلم به، وكأنك تخاطبنا من علو، وكأنك أنت واصي على الأمة. يعني باللين وبالحكمة وبالتي هي أحسن قد تؤثر، ولكن تتكلم بتلك الطريقة يعني لا أحد سيقبل منك علمك، ولا وصلت ما وصلت إليه من العلم لن يقبل منك أحد. فالعلماء وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلم، فكان يغلب عليهم السمت الحسن والأخلاق والخشية الله سبحانه وتعالى. وأنت قد قلت في أحد مقاطعك أن إذا أردت أن تعرف ما معنى العالم فترجم كلمة العالم إلى الإنجليزية فتعطيك معنى. وهذا العلم ديالك انت. إذا كنت أنت تعترف فقط بالترجمة فنحن لا نعترف بذلك. فإذا كان هم لديهم علماءهم فنحن لنا علماؤنا. فالله سبحانه وتعالى عندما يتكلم في القرآن عن العلماء هم أهل الخشية وأهل الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء العلماء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم وأعلى قدرهم في القرآن هم أهل علماء القرآن وعلماء الحديث وعلماء الشريعة برمتها. فإذا كنت أنت متخصص في علم من علوم الكون فلا تعتبر عند الله سبحانه وتعالى عالما، ومدحك الله سبحانه وتعالى في كتابه. لذلك أنصحك بالرجوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ألا تعترف بهؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأطباء ورثة الأنبياء، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحلاقية ورثة الأنبياء أو العشابة ورثة الأنبياء أو أهل الكيمياء ورثة الأنبياء أو أهل الفيزياء ورثة الأنبياء أو أهل الكيمياء أو أهل الرياضيات ورثة الأنبياء. قال إن العلماء ورثة الأنبياء، يعني المقصود بالعلماء هم علماء الشريعة الذين يهتدون بهدي الأنبياء ويدعون إلى دعوتهم ويقتفون أثرهم. هؤلاء هم العلماء. يعني القضية سهلة. لاش حنا نمشيو نجيبو مصطلح العلماء من اللغة العربية ونترجمو للإنجليزية وتشوف شنو غادي يعطينا. بعد أنا كنتعجب كيفاش هذا الشخص كيفكر وكيفاش بغى الناس يحترموه ويسمعوه. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.